جارتي قالت لمراتي جوزك كل يوم جمعة بيجيب ويعمل. نبدأ قصتنا بالصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قصتنا بتقول ايه؟ بتقول بصي يا اختي، انا عايزه احكي لك على اللي بيحصل معايا. احكي، قول، فضفض. انا كنت بحب واحده واعرفها من زمان، ماشي، وكنا بنعرف بعض ونكلم بعض والحياه حلوه، وانت شايفها بتكلمني وانا بكلمها تعالي نخرج يا بنتي، تقول لي لا. عجبتني بصراحه، بس كنا بنتكلم على التليفون. هي جارتي في البيت اللي قصادي، بس فعلا ما تعرفش البني ادم الا ما تعاشره. شايفها كويسه وبنت حلال، هي فعلا كويسه وبنت حلال عشان مبقاش حرام عليا، واهلها كويسين، بس على طول قاعده في البيت، على طول خارجه مع امها يا مع ابوها يا مع اخواتها. او كويس ما بتخرجش لوحدها، كويس ان هي على طول معاهم وقاعده معاهم على طول. المهم انا كنت لسه في الكليه ودخلت جيشي وخلصت واشتغلت ورحت اتقدمت لها انا وابويا، والحمد لله عشان احنا عارفين بعض، هم عارفيننا واحنا عارفينهم، الدنيا مشيت حلوه. اتفقنا على كل حاجه وقعدنا وشرطنا ولبسنا الدبل والزغاريد عليت والدنيا بقت كويسه جدا. بقيت اروح عندهم كل 15 يوم، مش كل يوم بصراحه، يعني كل 15 يوم بروح، بقعد ساعه 2 اهو، نقعد كلنا سوا نتكلم. ما كناش بنقعد وحدين انا وهي، اهلها ما كانوش بيرضوا. مش مشكله يا واد، ما انتوا قاعدين كلكم عادي بقى، مش مشكله. قلت لابويا يابا عجل الموضوع عشان نخش، كنت اخش في بيت اهلي، والحمد لله ابويا ساعدني في الشقه عشان مبقاش كداب، وعملنا الشقه وايه، والموضوع تم الحمد لله، وهم جهزوا بحاجتهم واحنا جهزنا بحاجتنا، ويلا بينا ايه اتجوزنا. البيت في وش البيت، يعني مش بعيد، يعني لو بص بالبلكونه هتكلم امها، هتكلم ابوها، هتكلم اخواتها. المهم ابص اتصل بالتليفون، انت فين يا بنتي؟ انا عند ابويا وامي. انت فين يا بنتي؟ مش عارفه ايه. المهم ابويا سكن الشقه اللي فوقيه، ناس كويسين، بس انا شايف الست كويسه مع جوزها ما شاء الله عليها، مهتميه بجوزها، ما بتروحش هنا. قلت يا اختي يا مراتي مش زي دي كده ليه؟ فبصراحه انا بغير وعايز بنت تقعد معايا تتكلم معايا. مراتي على طول عند امها قدامها في البيت اللي قدامها، ولو بص بالبلكونه زي ما بقول هتكلم امها، لا لازم تروح لحد هناك. اجي من شغلي لا الاقي لقمه معموله، الاقي حاجه معموله، على طول قاعده عند امها. وبعدين بقى المهم الحاج والحاجه قالوا لي يا ابني احنا ايه، هنسيب البيت دوه ونروح بيت تاني وهنسجل شقتنا، انت هتيجي تقعد معانا ولا خليك زي ما انت؟ انا بصراحه قلت له يابا اجي معاك مفيش مشكله. هي قالت لا، عيني وعمود ما اسيبش شقتي ابدا، انا اتجوزت فيها وعملت فيها وسويت فيها. اتجوزت ايه يا بنتي؟ هو انت على طول عند بيت اهلك وانت قاعده فيها اصلا؟ المهم عملنا خناقه وغضبت والموضوع كبر، وابويا قال لي يا ابني خليك هنا ما دام هتخرب بيتك. قلت له ماشي يابا، بس انا كان نفسي يابا امشي من هنا، انا زهقت، كل ما اكلمها عند امها، كل ما اقعد عند امها الحاجه ما بتعملش، يا امها عندي، رغم هم قصاد بعض يعني ما بيحوشوش بعض يعني. ابويا مشي وسجل الشقه اللي تحتيه، برضه ناس كويسين محترمين، برضه راجل ومراته وعياله والدنيا كويسه، برضه شايف الدنيا كويسه، ست برضه نفس الحوار. اقول يا اخويا وانا بختي ماله كده؟ هو انا كل ما اكلم، كل ما ابص هنا الاقي حاجات كويسه وبص الاقي مراتي انا شايلاني من دماغها؟ المهم كلمت امي، يا ما ينفعش الكلام ده. قالت لي يا ابني امها اعمل ايه؟ وكده كده انتوا قاعدين قصادها. اقول لها ما تروحش لامها، انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع دوت. ياما انا زهقت، كل ما اجي الاقيها عند امها، الاكل حتى بتعملوش، بتجيب لي اكل من عند امها وهي جايه، باكل من عند امها ما باكلش من عند انا. الناس بعد كده يقولوا ايه، باكل من عند امها، امها اللي بتاكلني؟ يا بنت الناس تطبخي امها هنا وسيبك من امك، ايه المشكله؟ ما امي بتطبخ وانا بطبخ لها هناك، طب ما تطبخي هنا. هو انت لازم تطبخي هناك؟ ما تطبخي هنا يا بنت الناس. بكلم نفسي. غسيلي عليه مشروع عند بلكونه امها، طب ما تغسلي هنا. لا اله الا الله، بقيت هتجنن منها، خلاص فاض بيا مش عارفه اعمل ايه. كلمت ابويا يا حاج ما ينفعش الكلام ده كله، بنتك ما بتعملش لقمه، غسيلي تغسله عندك يا ابني، بتريحك بتوفر لك، ايه المشكله؟ انا مش عايز حد يوفر لي يا عم، هو انا قلت لك انا بشحت؟ ما انا بشتغل وبديها مصروف، بتوديه فين؟ ما تديش مصروف يعني؟ ايه ما ينفعش يعني تديش مصروف؟ ما انا مش شايف حاجه بالمصروف، ولا شايف اكل، ولا شايف شرب، ولا شايف حاجه، وهي طول عند امها عند امها عند امها.
هو في ايه؟ قلت امشي من هنا لغايه بيته وعملتوا لي قاعده، لا مش عارفه ايه، وقلنا ما نخربش البيت وتقعد بيها. في ايه يا حاج؟ بتقول لي بنتك كفايه كده. مفيش. اللي اقوله بزيده، وكاني بتكلم من هنا ويخرج من هنا كاني ما بتكلمش. زهقت واتخنقت، ولا بقيت اروح عند امها، وكرهت امها وكرهت ابوها، ولا عايزه اروح. بيجي مناسبات مش عايزه اروح، ما بقتش اروح من حقي. ما هو انتوا مشجعينها على كده، وانتوا مقوينها على كده، وانا مش لاقي واحده زوجه معايا، اعمل ايه؟ ماشي، خليها براحتها، خليها براحتها. اجي البيت ما الاقيهاش، ما اتصلش بيها، اكبر دماغي، ابقى اجيب اكل من بره واكله، ما تعرفش انا جيت ما جيتش، ما تعرفش حاجه عني. تيجي تقول لي ده قلتليش انت جيت ليه؟ اقول لها اقول لك ليه؟ هو فارق معاكي؟ ما انتش عند امك. هو في ايه؟ هو انا رايحه عند حد غريب؟ دي امي، ده ابويا، يعني امك وابوك ايه المشكله؟ ما انت عندك بيت راجل دلوقتي، ما تقعدي بيت راجل اللي انت قاعده فيه. هو في ايه؟ المهم بقيت هتجنن منها، مش عارف اعمل ايه. فقلت ايه؟ مش عارف اعمل ايه، مش عارف. في يوم قاعده على النت كده بصراحه، شفت قصه كده عجبتني. شفت واحده نفس الحوار، بس الحوار ايه بقى؟ ان امها مش جنبيها، لا امها في حته تانية، وبتروح لها بقى ايه يوم اجازه جوزها. طب كويس، يوم اجازه جوزها وجوزها كان مخنوق، يوم اجازته وجوزها مخنوق، اما انا اعمل انا ايه؟ اتفرجت على القصه للاخر، عجبتني قوي القصه. عجبتني ازاي؟ قلت له ازاي؟ قال لي هقول لك. ما هو ما تزعلش مني في الكلمه، قصه بتحكيها انت وفي تمثيليات، احنا الناس احنا بناخد منها وبنعمل زي ما انت بتقولوا، بصراحه بنعمل عكس، بنعمل حاجه. فبصراحه برضه احنا بنتعلم القصص بتاعتكم والقصه اللي بتتمثل. طب كويس، احنا جايبين نتيجه معاكم الحمد لله. بص يا ستي، لقيتها ايه القصه دي بتقول ان هي كل يوم بتروح عند امها الجمعه، وهو يبقى اجازته وعايز يقعد معاها، مش عارف يقعد معاها. يقول لها يا بنت الناس ان يوم الجمعه بقعد معاكي، تقول له مش مشكله، يوم الجمعه ده مخصص لامي. طب خليها جمعه وجمعه، تقول له لا، هي كل جمعه عند امي، مش كفايه قاعده طول الاسبوع. قال لها ما انت قاعده طول الاسبوع بس مش قاعده معايا. تسمع القصه وهتجنن، يعني قاعده طول الاسبوع وانت مش عارف ايه. المهم عملت ايه؟ هقول لك انا، اصبري عليا. عملت ايه؟ عملت ايه؟ مفيش حاجه يا ستي. شفته خبط على جارته. جارته ده كان اخوه بقى، مش انا، مش جاره غريبه يعني. وقال لها مرات اخوه قولي لمراتي ان انا بجيب واحده كل ما بتمشي من الشقه. ايه ده معقول؟ عمل كده. وبعدين ولا حاجه، قلت اجربها معايا. هي قعدت التانيه. انا كده كده الجيران اللي معايا كويسين معايا بصراحه، وجوزهم كويسين. في واحد منهم بقى صاحبي، قلت له عايزه منك خدمه. قال له ايه؟ قال له عايزك تخلي مراتك تقول لمراتي كل ما بتبقى بره انا بجيب واحده هنا. قال له يا عم انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقول ده؟ قال له بس اسمع اللي بقول لك عليه. قال له يا عم ما اقدرش اعمل كده، هتخرب بيتك ومراتي تبقى هي السبب، وقاعدين يجيبوا مراتي ويسالوها. قال له بص اسمع بقول لك عليه، مالكش دعوه. يا عم ده خماتي مشكله. قال لي يا عم مالكش دعوه. اقول له بس انت، انا اللي بسوق نفسي بنفسي. قال له ليه؟ حكيت له بقى. قال له انت بتتكلم؟ قال له اسال مراتك، اسال مراتك. مراتك على طول شايفاها عند امها. خد مني الكلام وراح سأل، قالت له فعلا بصراحه انا ما بشوفهاش قاعده في شقتها اصلا خالص. طب هو عايزك تعملي ايه؟ تقولي ان هو قالت لي لهوي، اقول كده ازاي؟ ما ينفعش اعمل كده. قال لا هتعملي، هو عايزك تعملي كده. طب ممكن تيجي على خراب البيت بتيجي عكس. يا ستي هو بيقول شاف قصه على النت وعايزك تعملي زيها، يمكن تقعد ولا حاجه. ازاي اعمل كده انا؟ قال لها بس اعملي. المهم ايه، كده كده هي كانت مديها رقم تليفونها للست دي، اتصلت بيها. يا بنتي فينك؟ مش شايفاك. انا عند امي. عند امك ايه يا بنتي؟ مش في الشقه فوق ليه؟ لا انا عند امي. يا بنتي بتسيبي شقتك ليه؟ ما تسيبيش شقتك. وايه المشكله ما اسيبها؟ ما البيت قصاد البيت. يا بنتي بيت قصاد البيت، انت مش عارفه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل يعني؟ الشقه بتتسرق؟ مش بتتسرق، يا ريتها تتسرق، يا تيجي على السرقه. انت في ايه؟ ما تقولي. المهم ان جارتي بقت تشوق فيها، تقول لها انا مش عارفه اقول لك ازاي، بس احلفي. تقول لي انا ما قلتش. لازم تحلفي يا ستي. في قالت لها احلفي، لو حد عرف هقول ماليش دعوه انا ما قلتش. يا ست احلفي. قالت لها احلفي. المهم ان ايه، مراتي حلفت انها مش تقول لحد. قالت لها جوزك كل ما بتخرجي وتاكد ان انت مشيتي بيجيب واحده الشقه. قالت لها بتقولي ايه؟ قالت لها بيجيب واحده الشقه. انا بصي، انا حبيت اقول لك، بس اقول لك حاجه، كله منك انت. مني انا ازاي؟ ده انا لازم اسيبه. طلعي منه ايه؟ ما انت اللي غلطانه. يعني ايه غلطانه؟ اسمعي بقول لك عليه.
انا بعزك وخايفه عليكي. انت كل شويه عند امك تجيبي له اكل من عند امك، الغسيل شبارك نشرها عند امك. ما ينفعش الكلام ده. الراجل عايز ست في البيت، ست لازقاله. انت مش بتروح عند امي ايه كل 15 مره، ولما يكون في ظروف معاه زيارتي ما بروحش، محاوطه جوزي. انت عايزه تخربي بيتك؟ اخرب بيتي؟ قالت لها عايزه تخربي بيتك. هو مش انت السبب، مش هو السبب. لا ازاي؟ انا ايه المشكله بروح عند امي؟ هي امي واحده غريبه؟ هي ازاي يعمل كده؟ يعمل كده عشان مش لاقي حد يتكلم معاه، مش لاقي حد يقعد معاه. انت كده بتخربي بيتك بايدك. يعني اسمعي نصيحتي، اعمل ايه؟ تقعدي في شقتك ما تنقليش. ساعتها هلاقي واحده تتكلم معاه، مش هيديله فرصه يجيب حد، هتقفلي عليه خلاص. اعملي كده، اعملي كده يعني ليك انت مش لحد تاني. يعني عايزين يعني عايزاكي تعملي كده. المهم ان جارتي خلصت الكلام معاها وقفلت، والتانيه جت جدري دخلت الشقه بتتلفت يمين وشمال. في حاجه؟ لا مفيش. هو في كان حد هنا؟ هو بقى عمل ايه؟ عمل كوبايتين شاي و فظيع. عمل كوبايتين شاي وحطهم وفضاهم كأن في حد بيشرب معاه. مين اللي كان هنا؟ انا اللي كنت بشرب شاي. انت بتشرب كوبايتين؟ يعني ايه تشرب كوبايتين؟ قال لها يا ستي الكوبايه خلصت وعملت الثانيه. ايه المشكله؟ عملت كده. من يومها وهي كل يوم ما تروحش عند امها، عايزه حاجه من البلكونه. طبعا هي حلفت ما تقولش لجارتها، وبصراحه مراتي فيها خصله حلوه، لما تامنيها على حاجه ما بتقولش، وفعلا ما قالتش. وفي نفس الوقت بقت لازقالي ما بتتحركش من مكانها. هو ده اللي كنت عايزه، واللي انا عايزه نفذته. ايه رايك بقى؟ بصراحه انت دماغك ما شاء الله عليها، التزمت وبقت تقعد وبقت تغسل لي وتعمل لي اكل وكل حاجه، ما بقتش تجيب حاجه من عند امها. وانا هعيش على قفا امها؟ لا طبعا. طب والله كويس، دي حاجه كويسه انت عملتها، برافو عليك. دي قصتنا النهارده. ايه رايكم بقى؟ بصراحه دماغه عجباني، تفكيره حلو، وهو لم بيته ولم حياته. ما هو يا جماعه انا مش لازم عند امي خلفتني عشان اروح اقعد عندها ولا اقعد عند جوزي. الم بيتي والم حياتي. امي بروح لها عادي، مفيش مشكله، بس مش كل يوم. ودي امها قصاد، ده المشكله امها قصادها. يقعدوا البلكونه وكلموا بعض، شاوروا بعض، ويصبحوا على بعض، شافت امها. هو دماغه عجباني بصراحه، ودي حاجه كويسه. ايه رايكم؟ قصه كويسه وفعلا حصلت، فعلا دي حقيقه. يا جماعه اللي بيحصل حوالينا تكرار القصص في حياتنا، عشان احنا بشر، مفيش جديد. هي قصه ده، هي قصه ده، هي قصه ده، وربنا بيدي كل واحد اللي يتحمله. وهو مش عايز يخرب بيته، وكويس كانت لحد كده. وبصراحه دماغه عجباني كويسه جدا. عايزه رايكم في القصه دي.